أهلا بيكم في فيلم جديد من قناة فيلم في السهرة. فيلمنا بيبدأ بشاب صغير اسمه جيف دايمر، بيكون راجع من المدرسة وبنشوف إنه شخص مش طبيعي وعنده مشاكل نفسية. وبيكون دايمر في طريقه للبيت، ولما بيرجع بيلاقي أمه بتتكلم مع مصمم الديكور، وبيكون المصمم عنده مشاكل صحية. وبيفضل دايمر يتريق عليه، لكن أمه مش بيعجبها اللي بيعمله جيف، وبتطلب منه إنه يبطل اللي بيعمله ده فورا. وبعدها بيخرج من البيت وبيلاقي قطة ميتة، فبياخدها في الشنطة وبيروح بيها للأوضة اللي هو عاملها لنفسه بره البيت. وأول ما بيخرج بيشوف 2 من أصحابه بيتكلموا مع بعض، ولما بيسألوا جيف أنت رايح فين؟ بيقول لهم إنه معاه قطة ميتة واخدها عشان يشرحها في الأوضة بتاعته. فبيقرفوا أصحابه من كلامه، لكنه بيقنعهم إنهم يروحوا يتفرجوا عليه. ولما بيوصلوا بيوريهم جيف قطة تانية ميتة ومتحللة، لكنهم بيقرفوا جدا وبيمشوا بسرعة لأنهم بيحسوا إنه مجنون. ولما بيرجع البيت بناخد بالنا إن أهله بيحبوا أخوه ديف أكتر منه، وكمان بيقول لنا إنه ملوش أصحاب خالص، والسبب إنه شخصيته غريبة وغامضة. والصبح بيكون أبوه راجع من شغله، ولما بيدخل البيت مش بيلاقي جيف، وبيسأل أخوه عليه، فبيقول له ديف إنه موجود في الأوضة بتاعته من أول اليوم. فبيتنرفز جدا ومش بنبقى عارفين إيه السبب، وبيروح بسرعة للأوضة اللي ابنه موجود فيها. وبنعرف إن أبوه حذره أكتر من مرة إنه يشرح الحيوانات تاني، لكن جيف مش بيسمع الكلام، وبياخد أبوه كل الحيوانات الميتة وبيرميها في صندوق الزبالة. وبيبقى باين الغضب والزعل على جيف بسبب الطريقة اللي أبوه عامله بيها، وإنه قال له إنه هيهد الأوضة دي عشان يبطل الجنان اللي هو بيعمله. وبعدها بنشوف دايمر وهو قاعد مع ابنه جيف، وبيعتذر له عن اللي هو عمله، وبيقول له ما يزعلش منه وإنه بيعمل كده عشان مصلحته. وبيقول له أنا في سنك كنت بفضل قاعد لوحدي في المعمل بتاعي وقت طويل جدا، فأنا مش عايزك تبقى زيي لأن دي حاجة مش كويسة. وبيقول له إنه لحد دلوقتي مش قادر يبطل العادة دي، وده سبب إنه مش بيقعد معاهم في البيت وقت كفاية. وبيديله دامبلز وبيقول له بدل ما تقعد تشرح في الحيوانات العب جيم وشرح عضلات. وبيطلب منه إنه ينخرط في المجتمع ويبطل عزلة ويقعد مع أصحابه. وأخيرا بيسمع جيف كلام أبوه وبيلعب رياضة وبيحاولوا يبقوا أصحاب، لكنه مش بيقدر. وفي المدرسة بنشوف جيف وهو قاعد لوحده ومعهوش أصحاب، وبيفضل الطلاب يتنمروا عليه بسبب شخصيته الغريبة، لكنه بيبقى عايز يعمل صداقات في المدرسة، فبيفضل يتريق ويهين نفسه عشان يضحك زمايله، وحد يوافق يصاحبه ويبقى شكله وحش جدا. وبيكون في 3 أولاد بيعجبهم اللي بيعمله وبيقبلوا يصاحبوا جيف، وبيقرروا يعملوا مقلب في الطلاب. وبيكون المقلب إن نيل صاحب جيف الجديد هيصور الأنشطة اللي في المدرسة، وبيصور جيف في كل الأنشطة مع إنه مش مشترك فيها، وهنعرف بعدين إيه اللي هيحصل. وبيكون صاحبهم التاني برايل شغال في محل خضار، وبيكون جيف موجود معاه في المحل، وبيفضل جيف يعمل حركات غريبة في المحل، وصاحب المحل بيتضايق جدا من تصرفاته وبيطلب من صاحبه انه ياخده ويطلعوا بره. وبعدها برايل بيقول لجيف انه كان هيطرد من الشغل بسببه، فبيقول له جيف انه مش هيعمل كده تاني وبيعتذر لبرايل. وبعدها بيكون في دكتور اسمه ماثيوس داخل محل الخضار، فبيسلم على برايل. وبعدها جيف بيسأل برايل مين ده، فبيقول له ان ده دكتور واسمه ماثيوس، وانه واحد من زباين المحل. وبنعرف ان جيف عارفه وكان بيراقبه طول الوقت، ومش بنبقى عارفين ايه السبب. وبعدها بتعلن المدرسة عن رحلة للعاصمة، وبيشترك جيف وأصحابه في الرحلة، وبيكونوا عايزين يقابلوا نائب رئيس أمريكا عشان يعملوا معاه لقاء لجريدة المدرسة. وبنشوف جيف وهو بيتصل بمكتب نائب رئيس أمريكا، وبيقول له إنهم طلاب ومحتاجين يعملوا معاه لقاء، فبيوافق وبيديهم ميعاد. وبيبقى جيف وأصحابه فرحانين جدا وبيروحوا يقابلوه وبيعملوا معاه لقاء، وبالليل بيرجعوا للفندق مرة تانية. وبنشوف دايمر أبو جيف رايح لجيف عشان يعرفه إن أمه رجعت تشرب مخدرات تاني، وبيقول له إنه قرر ينفصل عنها. وبيكون جيف حزين جدا، لكنه مش بيدي أي ردة فعل على كلام أبوه. وبعدها بنشوف جيف وهو في عيادة الدكتور ماثيوس، وبتكون دي حجة عشان يقدر يقرب من الدكتور أكتر. وبنروح لنيل واللي بيكون خلص صور المدرسة الموجود فيها جيف، وبيبعتوا الصور للمديرة، وبيكون جيف موجود في كل الصور الخاصة بالأنشطة. وبتتعصب المديرة جدا وبتشخبط على وش جيف بالقلم. في الوقت ده بيرجع جيف للبيت عشان يسمع أمه وهي بتتكلم مع المحامي، وبتقول له إن جوزها عايز ياخد حضانة ابنها ديف، وإنها مش عايزة كده وعايزاه ياخد جيف مكانه. وبيزعل جيف جدا بسبب كلام أمه، وبيحس إن كل الناس مش بتحبه. وبيخرج من البيت وبيشوف كلب وبيبقى عايز يقتله ويرجع يشرحه زي الأول، لكنه مش بيرضى وبيسيب الكلب وبيمشي. وتاني يوم بتاخده هو وأخوه وبيروح لأبوهم، وبيكون عايز ياخد ابنه ديف أو هيرفع قضية على أمه. وبيفضلوا يتخانقوا في الشارع قدام ولادهم. وبيرجعوا للبيت وبيكون جيف زعلان جدا من اللي حصل من أمه وأبوه، وبيفضل يتخيل إنه قتل الدكتور ماثيوس، وبتظهر عليه علامات الاضطراب. والصبح بيكون أصحاب جيف في المدرسة وبيتفقوا إنهم ياخدوا فلوس من الطلاب عشان ياخدوا جيف المول، ويفضل يعمل تصرفات غريبة عشان يضحكوا عليه. لكن واحد منهم بيكون رافض الموضوع، لكن في الآخر بيتفقوا إنهم هيعملوا كده. وتاني يوم بيقولوا لجيف وبيقولوا له إن المقلب الأول المديرة بوظته، وإنهم هيعملوا مقلب تاني. وبيدوا جيف فلوس عشان يوافق يروح معاهم المول. وبيكون جيف عارف إنهم عايزين يتريقوا عليه، لكنه بيسمع كلامهم عشان ما يزعلوش ويبطلوا يكلموه. ولما بيروحوا المول
بيفضل جيف يرقص ويعمل تصرفات غريبة ويضحك الناس عليه، وبيخلص اليوم وبيرجع جيف البيت وبيعرف من أمه إن أبوه طلقها وإنه هياخد البيت وهيسيب ديف وهتقعد معاه في البيت جدته. وبيكون جيف زعلان لأنها هتسيبه لوحده، وبيطلع جيف في الشارع يفضل يضرب في الشجر زي المجنون. وبيكون في طفلين بيلعبوا في الشارع، فبيشوفوا كلب ميت ومتشرح، وبنعرف إن جيف رجع يشرح حيوانات تاني. وبعد فترة في المدرسة بنسمع من أصحاب جيف إن الحيوانات الميتة بقت منتشرة في كل مكان في المدينة، وبيكونوا مفكرين إن ده مرض بيجي للحيوانات، وبيكون قتل الحيوانات هي الطريقة اللي بيفرغ بيها جيف طاقته. وفي المدرسة أصحاب جيف بيقولوا له إنهم عاملين حفلة بعد كام يوم بس هتكون كابلز بس، وبيقولوا لجيف إنه مش هيعرف يحضر لأنه ملوش أصحاب بنات، وبتكون في بنت اسمها بيرد وبنعرف إنها ملهاش أصحاب هي كمان في المدرسة. فبيقول لها تروح معاه الحفلة وبيقنعها إنها تروح معاه، فبتقول له موافقة بس بشرط تبطل الحركات المجنونة اللي بتعملها لأن الناس بيضحكوا عليك. فبيوافق على كلامها. وفي الحفلة جيف بيقابل بيرد وبيدخلوا مع بعض، وبنشوف نيل صاحب جيف وهو بيعتذر له عن اللي حصل من أصحابه في المول، وجيف بيقول له انت مالك باللي حصل، انت ما كنتش موجود اصلا. فبيقول له انا اسف لان ما قدرتش امنعهم، وبيطلب منه انه يكون على طبيعته واكيد هيلاقي ناس ترضى تصاحبه. وبعدها بنشوف جيف وبيرد وهم بيرقصوا مع بعض، لكن جيف بيسيبها وبيقول لها هيروح الحمام ومش هيتاخر، لكنه بيروح للعربيه وبيفضل ياكل وبينسى بيرد وبيمشي. وهنا بتحس بيرد بالحزن لان جيف كان عايز يقعد معاها في الحفله لكنه مش مهتم بيها. بعدها بيكون اخر امتحان للطلاب، وبعد ما بيخلص الامتحان بيفضل كل الطلاب يحتفلوا مع بعض، لكن جيف بيكون لوحده محدش قاعد معاه. وبيرجع للبيت وبتكون امه بتجهز حاجتها وبتاخد ديف وبيمشوا. فبيطلب منها جيف انهم يقعدوا معاه لحد بكره عشان يحضروا حفله التخرج بتاعته، لكنها بترفض وبتمشي. ووقتها بيبدا جيف يتجنن وبيفضل يضرب بالمضرب بتاعه في الشجر. وتاني يوم في الحفله بيكون جيف مش معاه غير ابوه، وبيكون ابوه بيحبه جدا، وبيظهر الحب ده بانه بيفضل يصوره وبيديله العربيه بتاعته هديه عشان يروح بيها الجامعه، وبيبقى باين ان جيف مبسوط مع والده. وبالليل بيكون برايل صاحب جيف اللي كان بيتريق عليه بيشتري طلبات عشان هيسافر ولايه تانية عشان الجامعه بتاعته، وهو راجع بيقابل جيف وبياخده في العربيه بتاعته عشان يوصله البيت. واول ما بيوصله بيكون جيف على ايده دم، ولما برايل بيساله بيقول له دي الوان. وبعدها برايل بيعتذر له وجيف بيقول له انا كنت شخص طبيعي زيكم لكن محدش كان بيحبني. فبيعتذر برايل لجيف مره تانية وبيقول له احنا كنا بنهزر مش اكتر. فبيقول جيف لبرايل ايه رايك ندخل البيت عندي نشرب بيره؟ فبيقول له بلاش عشان والدك. فبيقول له لا اطمن انا عايش لوحدي. فبيوافق برايل، ولما بيدخلوا البيت بيبقى خايف جدا وبيقول لجيف انا همشي. فبيمسك جيف المضرب بتاعه وبيمشي وراه وبيبقى عايز يضربه على راسه لكن بيمسك نفسه وبيرجع للبيت تاني وبيفضل يكر في اي حاجه تقابله. وتاني يوم بياخد العربيه وبيفضل يتفسح بيها وبيقابل واحده اسمها ستيفن وبيقول لها تعالي معايا البيت نقضي يوم مع بعض. وبنعرف ان ستيفن شاذ وبيعمل كده عشان ياخد فلوس. فبيوافق ستيفن وبياخده البيت عنده لكنه مش بيرجع. وبكده بينتهي الفيلم. لكن تعال اشرح لك القصه من الاول. في يوم 18 يناير سنه 1978 قتل جيف ستيفن، وبيكون ستيفن هو اول ضحيه جيف دامر، وبيقتل بعدها 17 شخص تاني لانه جيف كان سفاح. وفي سنة 1991 بيتحكم على جيف بالإعدام، ودي قصة حقيقية للسفاح جيف دامر. وبكده بيكون فيلمنا خلص. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وما تنساش تشترك في قناة فيلم في السهرة. مع السلامة.